تعالوا كده نشوف الست الجدعة إيه اللي حصل لها. هي بتقول أنا بصراحة فضلت شايلة جوزي، ما باخلّيهوش يعني يصرف عليّا حتى جنيه، ما بيجيبليش أي حاجة، بصراحة مش لازماه بأي حاجة في الحياة، عياله كنت باحاول إن أنا بصراحة ما أقصّرش معاهم، في بيته ما أقصّرش، بصراحة عملت كل حاجة، في الآخر هو بيقعد يشتمني ويشتمني بأهلي ويهينني ويقول لي امشي، بعد إيه؟ بعد ما ربنا كرمه وما بقاش محتاجني، دلوقتي بقى راجل مبسوط ومش محتاجني، على طول إهانة وذل وشتيمة قدّام عيالي، أنا عيالي ما بقوش صغيرين، عيالي كبروا، وهو بصراحة مش شايل هَمّهم في أي حاجة، لدرجة إن هو بيقول لي خدي عيالِك وامشي، يعني إحنا مش فارقين معاه، قال لي يا تقبلي بشروطي إن أنا أفضل أذِل فيكِ وأهين فيكِ، لدرجة إن هو من قدره بيقول لي أنا عارف إنِّك مش مقصّرة معايا في أي حاجة، وعارف إنِّك سِت جدعة، ولكن دي شخصيتي ومش هتتغيّر، عاجبِك عاجبِك، مش عاجبِك خدي عيالِك وامشي. من فضلكم قولوا لي أعمل إيه؟ بصراحة هي بتقول هي أصلًا ما معاهاش خلاص اللي كان معاها كلّه ساعدته بيه وخلّته وقف على رجليه، لدرجة إن هي ما بقاش معاها ولا جنيه، وطبعًا أهلها مش دعم ليها، مش سَنَد ليها، لو راحت ما حدش هيسأل فيها، بتقول أنا ما معيش حتى أصرف على عيالي، وبتقول أنا واثقة لو اتطلّقت منه أو رماني مش هيدّيني جنيه، وحبال المحاكم كبيرة وواسعة ومش هاخلص منها، وهاتبهدل ومش هالاقي اللقمة، وهيرمي لي 3 عيال، بتقول أنا أعمل إيه؟ بتقول أنا قدّامي خيارين يا أكمّل في الذل والإهانة، يا اتطلّق وهاتبهدل وهاتذل ومش هالاقي حد يصرف عليّا. هو ده اللي إحنا كنا بنقول عليه، بنقول تجارب الستات الجدعة بتفشل، تجارب الستات الجدعة فاشلة، الست الجدعة بتفشل في حياتها، علشان كده قُلنا بلاش تكوني ست جدعة، خلّيكِ ست يعني بتقولي ما باعرفش، ست لمّا ييجي يقول لِك أنا محتاج قولي له أنا مش معايا، أنتِ مش ملزمة تساعدي، أنتِ مش ملزمة تُقفي في ضهره، لإن اللي وقفوا قبلِك خسروا كل حاجة، ما بقاش حيلتهم أي حاجة، ضيّعوا كل حاجة، زي الحالة اللي معانا دي. أنا كواحدة من الناس أنا مش عارفة أقدّم لها نصيحة أقول لها إيه، أقول لها اتطلّقي وروحي اتبهدلي بعيالِك ومش هتلاقي حد يصرف عليكِ، والّا أقول لها اقبلي بالذل اللي أنتِ عايشة فيه والإهانة قلة القيمة اللي أنتِ شايفاها، هي اللي ضيّعت نفسها، فهي مع الأسف هي اللي هتتحمّل نتيجة اختيارها، لإنها قررت تكون ست جدعة وادّته كل ما تملك، ما بقاش معاها حاجة، علشان كده باقول للستات فلوسِك بتاعتِك مش بتاعة جوزِك، هو مش مسؤول إن هو ياخد فلوسِك على فكرة، فلوسِك دي ليكِ أنتِ. أي حاجة هتوفّريها من تعبِك بتاعتِك أنتِ مش بتاعته هو، علشان لمّا تيجي تُقعي تلاقي سَنَد، تلاقي فلوس تسندِك، لإن مع الأسف في رجالة يعني خسارة فيهم يتقال عليهم رجالة، اوعي تفكّري إن جوزِك ده راجل، جوزِك ده لا يمِس للرجولة بصلة، هو مُلزم لمّا يطلّقِك يصرف عليكِ وعلى عيالِك، هو مُلزم يحترمِك ولكن هو أصلًا مش راجل، وعلشان كده مع الأسف هتتحمّلي نتيجة اختيارِك، وعلشان كده بنطلع نهاتي وبنتكلّم الناس الأجيال الجديدة، البنات الجديدة اتعلّموا من